تعالوا نتعلم اول 3 كوردات سهلين ممكن نستعملهم في عزف اغاني كتير. اول كورد هو الاي. بتحط صباع التاني في الوتر التالت على الفرات التاني، يعني ادي تالت وتر تاني فرات، وتحتيه بتحط الصباع التالت وتحتيهم الرابع. وبالايد اليمين بعمل حاجة اسمها ستروم يعني بمسك الريشة بالطريقة دي، بحطها على الصباع اللي هو نمرة 1، وبعدين بثبته بده، وبعدين باخد من اول وتر خالص لاخر وتر، يا دوبك بس بمشيها من غير ما ادوس جامد ولا ادوس بالراحة قوي، ومن غير ما اعوج صباعي، يعني مش كده مش كده ولا كده. وده كورد A. تعالوا نشوف مع بعض تاني كورد اللي هو كورد الدي. الدي متكون من 3 نوت زي بقية الكورد. نحط مع بعض الصباع التاني على تاني فريت اخر سترينج، يعني ادي رحنا عند اخر وتر خالص، رحنا تاني فريت وحطينا الصباع التاني. بعد كده حطيت الصباع التالت في سترينج اللي قبل الاخير، في الوتر قبل الاخير في تالت فريت، وبعدين الصباع الاول الوتر اللي هو اللي قبله اللي فوقيه في تاني فريت، بالمنظر ده كده. دايما لما بحط صوابعي بتأكد ان انا دايس قريب من الفريتس، يعني مش في النص هنا، بس بحطه في الاخر هنا عشان ما يزنش، ومش بدوس جامد قوي عشان ايدي ما تهلكش، بس في نفس الوقت بدوس برضو بطريقة كويسة. عند الايد اليمين بقى هنا هتختلف شوية، انت مش بتعمل ستروم بكل الاوتار، يا اما بتحط الصباع الكبير ده هنا وتعمل حاجة اسمها ميوت، تسد النغمة دي وتلعب كله، يا اما انت بالبيك بتنشن على الوتر التاني وتلعب من هنا. معانا دلوقتي كورد الاي ميجر. تعالوا نشوف بيتلعب ازاي. اول صباع على اول فريت رابع وتر، تالت صباع على تاني فريت تالت وتر، تاني صباع على تاني فريت تاني وتر، وبعدين بالايد اليمين بعمل ستروم على كل الاوتار. تعالوا نشوف الثلاث كوردات دول بنلعبهم ورا بعض. المرة دي اتعلمنا أول 3 كوردات، محتاجين نتمرن عليهم علشان الحلقات الجاية نتعلم كوردات جديدة نقدر نستعملهم.